طيب السلام عليكم يا اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك قلب اخوك بفيديو جديد المره دي من قناه تركي هنكسره عن نسخه حظر ارقام الواتساب، وبند برضه هسيبهولك في وصف الفيديو. تمام باخوك تمام قلبي. لو انت مش مشترك عندي في القناه انزل اعمل اشتراك للقناه وتابع الشرح الاخر. بس لو صاحبي انزل اعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس وحط لايك وكومنت للفيديو تمام، عشان يوصلك كل جديد بس من الفيديوهات الجايه. تمام قلب اخوك، وقدرني على الفيديوهات اللي انا بعملها وبتاع، بسيب لك كل حاجه في وصف الفيديو باللينكات، وطريقه التحميل برضو موجوده في وصف الفيديو. تمام قلب اخوك. تمام تابع الفيديو للاخر عشان تعرف الشرح وتعرف كل حاجه كويس في قلب الفيديو، تعرف ازاي تحظر وتعرف ازاي تستنسخ برضو النسخه وتعمل كل حاجه. تمام قلبي. تمام. دلوقتي صاحبي دي نسخة العكس. تمام. وده تيم مانجر. تمام. دلوقتي نخش على نسخة العكس. دي نسخة العكس هسيبها لك الفيديو النهاردة عن نسخة العكس دي. مش هحظر الرقم في الفيديو ولا أي حاجة، بس هسيب لك برضه بند في الوصف بتاع الفيديو. تمام. تقدر تخش منه وتحظر أرقام عادي على الفيديو اللي هو التاني. تمام. تمام يا أخوك. لو أنت تخش على النسخة دي نسخة عكس أرقام. تمام. أدي النسخة يا قلبي. تمام. مثلا نعمل كده شات جديد. النسخة دي للعكس بس، فاللي هو ازاي العكس بس. بص أهو. خش هنا على حظر هنكسره، تيجي عند الحماية الخصوصية، زرار عكس الرسايل لحظر الأرقام، فعله خش طاير أرقام. طبعا ده انت طبعا لو انت عايز تبعت رسالة لحد كده خش جوه الشات اهي. ده انت كده بتبعت رسالة عادي. تمام. تمام. انت بقى تفعل الزرار بتاع العكس. لو انت جاي تحظر بقى تفعل الزرار ده بتاع العكس كده، وتيجي جوه الشات قلبي. بص بقت انت بتبعت اهي اهي. بص انت بتستقبل ارقام بس. طب انت ما تيجي تطير ارقام هتعمل ايه؟ طب هتعمل ايه؟ بص هتخش كده هتحط طبعا الرقم اللي انت عايز تطيره. هتحط انت ما تيجي تطير الرقم الاول. بص انت تلات نقط بعد كده رسالة الرقم غير محفوظ، تيجي هنا وتحط الرقم اللي انت عايز تطيره، تحط لاسك بقى تكتب الرقم زي ما انت عايز. مثلا على سبيل المثال ده الرقم مثلا كده. ده رقم بجد ولا ايه؟ بس عشان ما يكونش رقم حد بجد فنجيب رقم بس ايه. تمام. تبعت كده نقطة او اي حاجة مثلا اكن ده البند كده. هتبعت كده اكن ده البند اللي احنا بعتناه، تظهر لك الحتة دي كده اكنك هو اللي بعت كده الرسالة مش انت. تمام. فانت تبعت البند في قلب الشات. بدل ما تبعت البند في قلب الشات، طب مثل النسخة دي في ده الحظر إيه يا صاحبي؟ هقول لك بقى مثل الحظر دي، مثل النسخة دي في الحظر ايه. يعني النسخة دي للحظر مش مديلة لها بمميزات وكده، لا دي نسخة جي بي ومعدل عليها للحظر بس، مركب الزرار ده وده للحظر. تمام. هتخش يا صاحبي هنا كده بقى اي نسخة تانية عادية، تضغط هنا على ريبورت وتيجي تعمل ابداغات بقى من بره. تمام. تضغط هنا على ريبورت، دي بتبقى متفعلة وتعمل ابلاغ بتطلعك بره الواجهة دي. طب بتقعد تعمل ابلاغات مثلا لو تعمل 20 ابلاغ بتعمله في دقايق وتاخد وقت كتير معاك. تمام. دي بقى الميزة في النسخة دي اللي هو الزر اللي انا مركبه فيها ده. تمام. ده كده تعمل ريبورت شوف عملت ابلاغ والواجهة لسه زي ما هي موجودة هنا. بص اهو بعمل ابلاغات كتير اهو، والنسخة زي ما هي في الواجهة دي. يعني تلميس النسخة ديت والزرار اللي هو علامة الصح متشالة لوحدها، أنا شايلها. لما تيجي انت بقى تعوز تحطها بتحطه عادي. تمام. تعمل إبلاغ. بص أهو. خش جوه الشات عادي جدا، تفك البلوك. تمام. أهو زرار ده كده أهو. أنا بص يا صاحبي هجيب لك مثال كده نسخة تانية. أنا جبت النسخة ديت كده، تخش كده على النسخة دي نسخة تانية غير دي، فهوريك اللي هو ازاي بقى. انت كده بتخش جوه الشات اللي انت عايز تطيره، تيجي تعمل ريبورت كده دي بتبقى ظاهرة. تمام. علامة الصح دي بتبقى ظاهرة لوحدها. تيجي تعمل ابلاغ بتطلعك بره الواجهة اهي، بتطلعك بره الواجهة عشان تعمل ابلاغ. ثواني، حط نقطة في قلب الشات. تمام. خش جوه هنا كده تعمل الابلاغ بتاعك، تعمل ريبورت بتطلعك بره. يعني انت عشان تعمل بتاع 20 ابلاغ تاخد منك وقت. بص اهو تقعد تشيل لسه علامة الصح وبتاع. لا انت هنا في النسخة دي اللي انا سايبها لك بقى بتعمل ابلاغات كتير فشخ من غير ما تطلع بره الواجهة دي. بعد ما تخلص من هنا بتخش جوه الشات تعمل برضو لو عايز تعمل ابلاغات من جوه الشات بتعمل كده وتطير بالشات. بص خش جوه النسخة التانية عادي جدا اهو، عملنا الابلاغ بتاعنا. ده صاحبي مثل النسخة ديت اللي بتعملك الإبلاغ سريع جدا. طب انت دلوقتي عايز تعمل معاك بند من 4 نسخ من 5 نسخ من 10 نسخ، ومعكش غير نسخة واحدة اللي هسيبها لك في وصف دي. تمام.
طب هتعمل ايه؟ طيب هقول لك تنزل ام تي مانجر ده، اسيبهولك برضه كان عندك او مش عندك، انا هسيب لك النسخه دي اللي هي بالانجليزي ديت انا بس اعملها تمام. فعني مثلا ايه، انا حاطط النسخه بتبقى هنا، انا حاطط النسخه هنا دي كده، دي النسخه اللي العكس بزرار، صح دي نسخه عكس بزرار، بزرار اللي هي كده ده زرار فيها تمام. في نسخة تانية بقى بيبقى الزرار ده متشال اللي هي العكس على طول، فانت براحتك انت عايز تنزل انهي فيهم. يعني مثلا زي دي كده، مثلا النسخة دي كده مفيهاش زرار عكس، نسخة شخص تاني بس مفيهاش زرار عكس. بص مفيش زرار عكس، اخفاء الزرار بس اللي موجودة هنا. تخش جوه الشات بتاع اي حد، بتبعت على طول للعكس على طول. يعني انت لو عايز تستقبل تبعت رسالة لحد مش تعرف، انت بتستقبل بس رسائل اللي هو العكس على طول، شغال العكس على طول تمام. فاللي هو انا سايب لك ديت، اسيب لك الاتنين اللي هو دي بزرار واحدة من غير الزرار، اللي انت براحتك انت تستعمل اللي انت عايزها. تمام. خش هنا بقى كده على ام تي مانجر، بعد ما تحط النسخة في ملف، تحط النسخة دي كده تحت في الملف ده، ضغطة كده على النسخة، تضغط على هنا يا قلبي تمام. بعد كده تاني واحدة اللي هي بكي كلون دي، وتفعل بقى العلامة دي تمام. الشمس نسخة بس كتير، هنعمل اوكي وهسيب دي تحمل معاك. فاستنى تحمل بس كده الاول تمام يا حبيب اخوك. كده حملت، بعد ما تلاقي حملت اللي انا نزلت لك اتنين كده، واحده باللون الاسمر فوق، واحده باللون الاخضر. طب انت هتعمل ايه؟ هقولك هتمسح اللي هي باللون الاسمر دي اللي هي الاولى دي، انت هتمسحها تعمل لها كده ديليت، فاهم؟ تعمل لها دي كده ديليت تمام. بس عشان بس ما نلخبطش الدنيا، تعمل لها ديليت. هيبقى عندك دي اللي هي كانت باللون الاخضر ايه باللون الاسمر، تضغط عليها وتعمل لها انستل اللي هي تثبيت. طبعا تجيلك اللي هي تثبيت وتثبتها بقى وتعمل غيرها، بس انا جاي تحديث عشان انا عاملها عندي، فانت لو اول مرة تعملها هتجيلك تثبيت مش تحديث تمام. وتقعد تعملها هكذا الموضوع لحد ما تعمل، انت عايز تعمل 10 20 100، هتعمل لك نسخ فاهم. دي كده صاحبي يكون الفيديو، هسيب لك لينك لبند حظر، البند ده انا كنت جربته ولسه شغال، فهسيبهولك في وصف الفيديو تمام. ده البند ده ولسه شغال البند ده لحد دلوقتي، بقاله 5 ايام منزله لسه شغال تمام. فانت هسيبهولك في وصف الفيديو، خش اسمعه وهتلاقي الطريقة، وهسيبلك كل حاجة برضه. متنساش تشترك في القناة وتقدرني. سلام يا اخواتي.